ومبدئيا كده عشان نبقى متفقين، مش كل بيت شكله محترم بيطلع إنسان مرتاح وسوي نفسيا. مش كل بيت مفهوش ضرب وزعيق ومشاكل بيكون بيت صحي وتطلع منه بتجربة تخليك لما تكبر تقدر تربي أولادك تربية سوية. لأن في فرق كبير بين إنك تتربى وإنك تتقيد وتكون مقيد، والفرق ده هو اللي بيحدد شخصيتك بعدين. لأن في بيوت كتير شكلها مثالي من بره، الأب موجود وزي الفل والأم موجودة والدنيا تمام، مفيش مشاكل ظاهرة للناس. من بره البيت ده واو تحفة، الناس بتقول يا بختهم البيت ده محترم، بس الناس جوه البيت ده محدش عارف هم عايشين ازاي أو حاسين بإيه. عايشين خايفين من الغلط، أو خايفين من الكلام، أو من إنهم يكونوا مختلفين، أو خوف إنك تعبر، خوف إنك تجرب. هو الهدوء موجود بس الراحة الأطفال اللي جوه البيت ده مفيش راحة، لكن في هدوء، ودي مشكلة كبيرة. طب تيجي نشوف الفرق بين التربية والقيود. نشوف الفرق. التربية مش معناها زي وضرب وتخويف عشان الطفل ما يغلطش أو يسمع الكلام أو إني أسيطر عليه. المفروض أعلم الطفل الصح من الغلط وأسيبه يغلط عشان يتعلم، بس طبعا مش معناه الحرية الزيادة أو إن الأهل يشيلوا إيديهم خالص، لأن التربية صعبة. لازم يراعوا طبعا الدين والأس الدينية بتاعتنا في حياتنا، بس المهم الطفل يكبر سوي عشان تبقى مطمن عليه في حياته ومستقبله، وإنه لما يكبر ويأسس بيت ويبقى عنده أطفال يربيهم صح، يبقى أنت عملت هدف كويس في حياتك. والقيود معناها تعمل اللي أقول عليه. يعني الجملة دي بتلخصها، من غير ما تفهم ليه ومن غير ما تسأل ومن غير حوار ومفيش نقاش، تسمع وتنفذ السمع والطاعة، ومن غير ما يكون لك صوت. وده طبعا بيكون له أثر سلبي علينا لما نكبر، لأن التربية بتبني شخصية المستقبل، القيود بتبني شخص مطيع بس تايه. طب هل في أثر نفسي مختلف من التربيتين؟ الطفل اللي اتربى على الخوف بيكبر وهو بيستني موافقة الناس على تصرفاته أو قراراته، بيخاف ياخد قرار، بيجلد نفسه على أي غلطة. أنا إزاي أغلط الغلطة دي؟ أنا إزاي عملت كده؟ بيحس إنه دايما مش كفاية. أنت تشوفه من بره وهو شكله طبيعي زي الفل، بس من جوه هو مش مستقر، الدنيا خربانة أهو. أنت مش شايفه ومش عارف هو حاسس بإيه، مش عارف هو عايز إيه ولا حتى هو مين. طب الطفل اللي اتربى في بيت مش مثالي بس صحي، كان فيه توجيه بس مفيش تحكم، كان فيه قواعد بس في نقاش، كان مسموح له يغلط طبعا في الحدود زي ما قلنا، أو مراعاة الدين كويس أوي، من غير ما يتحس إنه فاشل، لأن أنت مش بتحسسه إن هو فاشل. النوع ده بيكبر وهو عارف هو عايز إيه ومش محتاج موافقة كل الناس. هو مش محتاج موافقة كل الناس، هو بيعرف يقول لأ من غير إحساس بالذنب. بيغلط ويتعلم، يعني هو غلط، طب أنا غلطت، طب أنا أتعلم من غلطي. واثق بس مش متكبر. ليه؟ عشان وهو صغير كان مسموح له يبقى نفسه، كان في حد بيسمعه ويفهمه مش بس يوجهه. كان في فرق بين أنا زعلان من تصرفك وأنت غلط، لأن الفرق ده بسيط صغير أوي بس بيبني نفس سوية. لأن على فكرة أكتر جملة بتبوظ نفس طفل ما تغلطش. ما ينفعش تقول لطفل ما يغلطش، ما هو عايز يفهم، عايز يتعلم، لازم يجرب. هو مش عشان الغلط حلو فأنت هتسيبه يغلط، لأ، لكن عشان الغلط هو اللي بيخلينا نتعلم ونفهم وندرك ونكون أفكار ونعرف ده غلط ليه. ده الطبيعي. لما الطفل يخاف يغلط هيخاف يعيش. يمكن مش المشكلة فيك، يمكن إحساسك بعدم الكفاية. هو مش ضعف منك، يمكن أنت اتربيت كويس جدا من بره بس محدش سأل عن إحساسك من جوه عامل إزاي، أو حاسس بإيه، أو شايف نفسك إزاي. لأن مش كل بيت كويس بيطلع نفس سوية. البيت الصحي مش هو اللي مفيهوش مشاكل، لأن مفيش بيت في الدنيا مفيهوش مشاكل. البيت الصحي هو اللي يسمح لك تكون نفسك حتى وأنت بتغلط. ولو اكتشفت إنك كنت متقيد مش متربي،
ده معناه إنك مش مكسور، ده معناه إنك بدأت تفهم والوعي عندك زاد. وأنت يعني الوعي بقى تطور وأنت أدركت المشكلة وحطيت إيدك عليها، لازم تحلها. وعلى فكرة التربية بداية مش نهاية الحكاية، هي البداية. ولو بدأت تفهم هتقدر تغير من نفسك، أو على الأقل هتقدر تربي أولادك صح. وقبل ما تمشي اسأل نفسك سؤال بسيط: أنت لما بتغلط بتتعلم ولا بتجلد نفسك؟ تفرق. الصوت اللي جواك ده صوتك، ولا صوت حد كان دايما بيقولك ما تغلطش، ما ينفعش تغلط، أنت إزاي تغلط، أنت ما أنت مش بني آدم. مفيش بني آدم ما بيغلطش. في الحلقة الجاية هنتكلم عن حاجة مهمة جدا بإذن الله: إزاي الطفولة اللي عدت لسه بتتحكم في اختياراتك دلوقتي، وإزاي تفصل بين صوت أهلك وصوتك أنت. عشان في فرق كبير بين إنك تعيش حياتك وإنك تقرر حياة تانية أو تقرر حياة غيرك. أشوفكم الحلقة الجاية بإذن الله يوم الجمعة الجاية. ولو حد عنده وجهة نظر مختلفة أو معترض معايا يقول في الكومنتات ونتناقش مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله.